الإنسان الحر عبر العصور كان تيهاجر، والهجرة كانت تنقذو من بزاف ديال المخاطر وبزاف ديال الأزمات، فاش ما تيبقاش يلقى الماكلة، فاش ما تيبقاش يلقى الأمان والاستقرار كيهاجر. كانت هذه الوسيلة الوحيدة ديالو أنه يستمر ويسيرفايفي ويبقى على قيد الحياة. الهجرة يبدل المكان، يبدل العتبة. وهنا دابا في هذا العصر هذا حنا ما بقيناش كنعانيو من الأخطار اللي تتهدد الحياة ديالنا بشكل صريح، مثلا شي حيوان غياكلنا ولا شي مجاعة كحلة ولا لا، ولكن بقات عندنا أخطار أخرى اللي هي نفسية ورمزية. الهجرة دابا ما بقاتش بالضرورة تكون هجرة فيزيائية انك تنتقل من بلاصة لبلاصة، ولكن الهجرة اللي ولات دابا هي الهجرة الرقمية، هي انك تهاجر وتخوي الفضاء الرقمي اللي كتعيش فيه حاليا. يعني لا بغيتي السلامة النفسية ديالك وبغيتي دير واحد الريفريشمنت الحياة ديالك، هي انك تهاجر رقميا، تخوي هذيك مواقع التواصل ديالك الاجتماعية، تسافر من المواقع التواصل الاجتماعية ديالك. كيفاش؟ يعني تبلوكي كاع دوك المواقع اللي كتنشط فيهم حاليا، وتبدا مواقع تواصل اجتماعي جديدة، كونت جديد، بنادم جديد، خوارزميات جديدة. وغادي يبان لك الفرق، هادشي عن تجربة، غادي يبان لك فرق كبير. عطي راسك فرصة انك تهاجر رقميا.